الفستان ده مش عملي ولا في الخروج ولا في الجامعة ولا حتى الهانيمون. في حاجات كتير قوي عملية اكتر منه، وفي حاجات مش عملية خالص بندفع فيها فلوس فعلا على الفاضي، وفي حاجات تانية بديلة ليها هقولك عليها انك تجيبيها، هتبقى في دولابك، هتعملي منها كذا اوتفيت. يا مساء الجمال على احلى ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هي سلسلة جديدة خالص على البنات اللي داخلة الجامعة قريب. هنتكلم فيها عن كذا حاجة، عن اللبس اللي المفروض نجيبه بدل ما نجيب حاجات كتير. احنا كذا حاجة ممكن نجيبها نجمع منها كذا اوتفيت، فهتبقى شكلها شيك جدا احسن ما نجيب حاجات كتير وتتركن في الدولاب. هنتكلم فيها عن نصايح كان نفسي حد ينصحاني قبل ما اخش الجامعة ويتكلم معايا ويقول لي المفروض اعمل كذا واعمل كذا، لان الجامعة بجد عالم مفتوح غير المدرسة غير الدروس غير اي حاجة. انت داخلة عالم جديد، فلازم تبقي فاهمة وعارفة ومدركة بحاجات كتير جدا. هنتكلم فيه طبعا عن الحاجات الشخصية اللي المفروض نجيبها زي غسول مثلا، سبلاش. ده برضو في فيديو تاني هنتكلم فيه عن الحاجات دي بأسعار كويسة، وبلاش برضو ان احنا نفتح ونجيب حاجات بأسعار عالية. هنتكلم فيه في تفاصيل كتير جدا جدا جدا، فتابعوا السلسلة دي مهمة جدا. وطبعا مش ناسية سلسلة جهاز العروسة، المفروض ان احنا مكملين فيها وفي فيديوهات كتير هتنزل فيها، بس انا كنت هنزل اسك ان شاء الله، هيبقى افضل بكتير ان احنا نتكلم هنا او انزل بوست على اليوتيوب، ما بعرفش اتكلم معاكم فيه براحتي. فهنزل اسك على الانستجرام، هسيب لكم لينك الانستجرام بتاع الاكونت بتاعي تحت. يعني هبعت لكم بقى في الاسك ده ان كنتوا تقولوا لي مثلا انتوا محتاجين ايه في سلسله جهاز العروسه او حتى سلسله الجامعه وكده، وانا هرد عليكم بكل حاجه ونرد براحتنا. ولو الاسئله كتيره ممكن اجمعها واقولها في فيديو، فعلى حسب. بس خشوا على انستجرام وانا انزل اسك بالليل ونقعد نتكلم فيه مع بعضينا كده، ونشوف ايه الحاجات اللي تمام وايه الحاجات اللي يعني ايه حابين ان احنا نتكلم فيها، وايه الحاجات اللي ممكن استبعدها مثلا الفتره دي. وبس كده، يلا بينا نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وابعتي الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا زيك. طبعا ما شاء الله في بنات كتير داخلين الجامعه وعاوزين ينزلوا بقى يشتروا لبس ويعملوا شوبينج الجامعه بقى ويجيبوا هدوم. كلنا كنا كده عامه، وانا من الناس اللي كنت كده، ونزلت اشتريت لبس كتير جدا ملون ومش عارفه مزغرف وحاجات مش عارفه ايه. بس اكتشفت لما دخلت الجامعه ان اللبس اللي انا جبته ده اساسا ما ينفعش يتلبس غير مع بعضه. ما ينفعش ان انا احاول اخد حاجه من هنا احطها على هنا واعمل منه اوتفيت جديد. ولما دخلت بعدها بفتره ابتديت بقى اشتري الحاجات اللي فعلا ان انا كان المفروض ان انا اشتريها قبل كده. حاجات خلتني ان انا اعمل كذا اوتفيت، كذا حاجه كده. كل مره بروح بحاجه جديده، برغم ان هي نفس الحاجه، بس مثلا تي شيرت بعرف انسقه مع بنطلون تاني، مع مثلا ستايل مختلف، مع اساسا فستان، مع تحسي انك انت كل مره بنفس الحاجه اللي انت اشتريتيها لا كونتي منها كذا اوتفيت، مثلا 2 3. فبتحسي بتغيير، حتى اللي معاكي او زمايلك اللي في الجامعه وكده هيحسوا انك انت بتجددي، بتلبسي حاجات جديده. حتى لو غيرتي الطرحه اللي انت بتلبسيها عليه او ايا كان السكارف او الحاجه اللي هتلبسيها فوقيه، هتلاقي ان شكلك اتغير وعملتي كذا اوتفيت. هتلاقي نفسك انك انت ما بتشتريش حاجات كتير، بتشتري حاجات بسيطة قوي كده. فلا بجد بينفع جدا وبتفرق. ولبس الجامعة لازم يبقى مريح عشان تقدري انك انتي تقضي بيه محاضراتك، تقدري انك انتي برضو تلبسيه بسرعة، لان احنا بنبقى قايمين في النوم. بالذات الجامعة المحاضرات بتاعتها بتبقى من 7 ومن 8، فبتبقى بدري قوي. فانتي بتبقى قايمة من النوم عايزة تلبسي حاجة شيك ويبقى شكلك فيها حلو، في نفس الوقت مفيش وقت انك انتي تلبسي، فعايزة تلبسي حاجة بسرعة وكده، فبتبقي ملخبطة ومش عارفة انتي تعملي ايه. فبتلاقي نفسك انك انت عايزه تحطي نفسك في اي حاجه وخلاص، فساعات بتطلع مش ظابطه معاكي، ساعات بتطلع مش حلوه. لما انت تجيبي مثلا الحاجات اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي، هتقدري بسرعه وبسهوله، وتبقى حاجات كمان مريحه انك انت تقدري تكملي بيها باقي اليوم. انك انت تلبسي الحاجه دي انت عارفه ان هي هيبقى شكلها فيكي حلو وبسرعه، ولو حطيتي ده على ده هيبقى شكله شيك جدا، وتلبسي بسرعه وتنزلي. فمش هيبقى فيه استعجال، يعني مش هيبقى فيه حاجه زي مثلا انك انت تيجي تحطي ده على ده تلاقيه وحش فتقلعي وتغيري تاني ومش عارفه ايه.
لا، هتلاقي نفسك انك انت مهندمه، عارفه تحطي ده على ده، عارفه تعملي ايه وايه وايه. وبنترست اساسا هيساعدك. هتلاقي نفسك بالليل وانت قاعده اساسا قبل ما تنامي تعملي سيرش على كذا اوتفيت، تلاقي الحاجات عندك في الدولاب، فتعرفي انك انت تخرجيها بسرعه وتبقي عارفه ان انت هتلبسي ايه بالظبط. فاول قطعه اساسيه لازم تبقى معانا وهتجيبي منها هو البيزك. البيزك مثلا اللي هو بيبقى زي ده كده، بصوا بيبقى حاجه كده نص كم، دي بتتلبس تحت، مثلا بتلبسي فوقيها شميز، بتلبسي فوقيها مثلا تي شيرت مثلا او بلوزه مثلا بتبقى مفتوحه كده. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي بالذات في الصيف او الخريف، عشان مش بتحرك. بنجيب منها بقى الوان اساسيه، يعني مثلا اوف وايت او ابيض واسود. ما تكتريش من الالوان، خليها بعد ما تخش الجامعه تجيبي مثلا بيج، تجيبي بينك، على حسب اللون اللي انت عايزاه. بس خلينا في الاول في الحاجات البيزك اللي هي الالوان العاديه اللي ممكن نلبسها على كذا حاجه، هتطلع لنا كذا اوتفيت تحفه جدا. جيبي منهم برضو اللي هم بيبقوا بكم. اللي بكم دول هينفعوكي في ايه؟ في ان مثلا انت لابسه حاجه كده وعايزه تلبسيه تحتيها، فبتلبسيهم تحتيها كده. وفي اللي بكم اللي بيبقى فيه في الايد كده بتاع تدخلي فيها صباعك، دي حلوه جدا برضو، بيبقى شكله شيك جدا. فممكن برضو تجيبي اوف وايت او ابيض واسود، بس كده تجيبي 2 من ده و2 من ده. دول هيفيدوكي جدا وهتلبسيهم على حاجات كتير جدا وهتنسقي معاهم حاجات كتير. وبرده هحط لكم، هحاول ان انا احط لكم صور لاوتفيتات مثلا تبقى لايقه على بعض بنفس البيزك مثلا او بكذا بيزك، تبقي شايفه انك انت تقدري تنسقيه على ايه او تحطيه على ايه. تاني حاجه برده حته الشميز. الشميز مهم جدا جدا جدا، واللون الاساسي في الشميز اللي انت المفروض تجيبيه هو الابيض. بصي لا غنى عنه. يتلبس فوقيه مثلا، بصي انا جايبه لك مثلا تلبسي فوقيه حاجه زي كده مثلا، يعني انا بديكوا مثلا تلبسي فوقيه حاجه زي كده، تلبسي فوقيه حاجه مثلا زي اللي هي بتبقى زي بلوفر كده، ما بيبقاش بلوفر، بيبقى حاجه خفيفه اللي هي السبعه دي، وتطلعي اللياقه ويبقى من تحت باين. تلبسيه تحت دريس مثلا، بيبقى شكله حلو قوي. بنلبسه برضو فوقيه مثلا حاجه قط مثلا احنا محتاجين نلبسها، فهتديله شكل حلو، فبنلبس مثلا حاجه قط وهو بيبقى من تحت. بيتلبس تحتيه ممكن اقولك مثلا تلبسي قصدي بيزك كده، وتلبسيه هو فوقيه كده وتفتحيه، وتلبسي اكسسوار من هنا، يعني يبقى فيه اكسسوارات هنا كده، برضو بيبقى تحفه وجميل قوي. فكذا حاجه بالبيزك الابيض انت ممكن تعمليها بيه، بجد هتخلي يعني كذا اوتفيت. يعني انا دلوقتي اتكلمت معاكم وانا بتكلم معاكم جبت لكم كذا حاجه كده في دماغي وقلتها لكم. ففعلا هي قطعه اساسيه هتستخدميها في حاجات كتير قوي 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 قوي. ممكن تلبسيه اساسا وتقفليه هو لوحده، وتلبسي عليه اكسسوار وتدخليه مثلا جوه الجيب او البنطلون الوايت ليج او ايا كان، ويبقى هو كده لوحده، برضو هيبقى شيك جدا. ممكن بصي كذا ستايل وكذا حاجة تقدري انك انت تعمليها بالبيزك الابيض، بجد بيبقى شكله خطير خطير خطير. ومهما لبستيه على اي حاجة وحطيتي عليه اكسسوار مختلف، بتلاقي نفسك اكنك جايبة حاجة جديدة. فده من الحاجات الاساسية. جيب الاسود، بس الاسود هو الاسود برضو بيزك مهم جدا، بس انا بشوف ان الابيض افيد بكتير. بس انتي لو تمام برضو معاكي ممكن تجيبي الاسود كمان، برضو هتعملي بيه كذا اوتفيت، هتلبسيه على كذا حاجه، هتعملي بيه حاجات كتير. وبرضو هنزل لكم، هحاول ان انا انزل لكم صور لاوتفيتات برضو بنفس البيزك او بيزك ابيض وكده، عشان تاخدوا منه افكار. وبرضو بنترست انت ممكن تخشي من عليه تلاقي كذا اوتفيت تقدري انك انت تختاري منه. جيبي بقى برضو في الشميز مثلا حاجه بينك. لو انت عندك شميزات اساسا وقت ما كنت في الثانويه او الدروس او ايا كان، فطبعا هنلبسها يعني، بس ممكن بقى نغير فيها. يعني مثلا البينك ده مثلا ممكن البسه لوحده عادي، ممكن البسه تحتيه مثلا زي ما قلت كده البيزك ده مثلا، يعني نلبس كده وتحتيه البيزك.
ممكن البس تحتيه البيزك بس اقفله مثلا، بس اقفل اول كام زرار فيه واسيب الحته دي البس فيها اكسسوار وادخله جوه البنطلون. جزء من اللي هو بره ده اللي هو من قدام ده جوه البنطلون، واللي من ورا ده. بس اهم حاجه تجيبيه ان هو يبقى طويل، بيبقى اشيك بكتير انك انت تجيبي حاجه قصيره. فاللي هو الطويل ده بيبقى شيك وبتستخدميه كتير. بس واسيب اللي ورا مثلا طالع، اللي قدام بس اللي ادخله كده والبس عليه مثلا حزام كده. فكذا حاجه وكذا اوتفيت ممكن برضو تعمليه بيه. جيبي الالوان اللي انت حباها، بس الابيض اساسي اساسي اساسي. جيبي بعد كده بقى الالوان اللي انت حباها، اذا كانت فوشيا، اذا كانت بينك، اذا كانت لبني، اذا كانت اي حاجه، بس ما تكتريش. حاولي انك انت عايزه تجيبي مثلا اللي هو فيه اشكال جيبيه، بس ده مش هتلبسيه على حاجات كتير. يعني ده ممكن مثلا البسه على حاجات كتير، لكن اللي بيبقى فيه زخرفه او حاجه ممكن تجيبي منه واحد بس. ولو انت عندك منه مثلا الوان فبلاش، خليكي مثلا، او لو انت عندك اللون الابيض مثلا في الدولاب عندك من ايام الثانويه وكده، مش لازم تشتري جديد بقى. روحي اشتري الوان عشان تجددي اكتر، تحطي حاجه احلى. اشتري مثلا يبقى فيه شغل كده بسيط او مخطط كده، هتلاقي نفسك انك انت جمعتي كذا حاجه باوتفيت واحد. انا كان عندي عندي قميص كمان، ده كان عندي قبل الجواز. هو بيبقى ابيض كده وفي خطوط، في خطوط اللي هي لونها كحلي. ده انا عملت بيه كذا اوتفيت تحفه، برغم ان هو فيه شغل اهو بس مش شغل كتير. هو كان ابيض وفيه خطوط كده كحلي. عملت بيه كذا حاجه وبجد طلعوا جمال جمال جمال، وكان شكله حلو جدا وعجبني قوي. فكذا اوتفيت، وكان كل اللي يشوفني كمان يقول ان انا مغيره برغم ان هو نفس القميص. بالذات الحاجه الساده. بس اقول لك حاجه، اكتر حاجه ان الحاجه الساده انت مهما لبستي عليها حاجات بتغيريها. يعني انا زي ما قلت لك كده، تحطيه من تحت او تلبسي فوقيه مثلا حاجه زي اللي انا وريتها لك دي مثلا، انت غيرتي الاوتفيت في حته تانية خالص، خليتي شكلك مختلف نهائي. حاجه اطول منه. بتلاقي نفسك حتى القطعه دي ما بتبقاش غاليه. فانت مثلا القطعه دي مش هتلاقيها غاليه في المحلات، فتقدري انك انت تجيبيها، بتلاقي نفسك ما صرفتيش كتير وفي نفس الوقت عملتي كذا اوتفيت بيبقى تحفه. فدي بجد من الحاجات الاساسيه ان احنا المفروض ان احنا نجيبها عشان نعمل بيها كذا حاجه، بتبقى مريحه كمان. جيبي اللي هي الاوفر سايز، بتبقى مريحه وبتبقى كويسه احسن مليون مره ما تجيبي مثلا حاجه مزخرفه، حاجه فيها شغل كتير. تجيبي منهم 3 4 5 6 وما تعرفيش بعد كده انك انت تنسقيهم، ومهما لبستيهم هتحسي انك انت خلاص انا اتخنقت وعايزه اجدد. بناطيل بقى هاتي منها الوايت ليج، يعني اللي هو بيبقى البوي فريند اقصد، والوايت ليج دول بيبقوا تحفه تحفه تحفه. وجيبي منه مثلا لو انت عايزه. اهم حاجه في الجامعه ما تجيبيش الوان فاتحه خالص، ولا ابيض ولا بيج. يعني عايزه تجيبي بيج جيبي، بس لا بجد بيتوسخوا بسرعه في البناطيل وما بيقعدوش معاكي، وممكن يبقعوا يبقى طول اليوم تبقي مخنوقه وقرفانه. فاللون مثلا اللي زي كده مثلا انا جايباه من هنا، الجنس ده تحفه، بيليق على اي حاجه، بتلبسي عليه اي حاجه، بتعملي عليه كذا اوتفيت، بجد جميل جدا. واللي اجمل منه وان انا فعلا كنت برتاح له قوي قوي قوي. بس ما تجيبيش ابيض، انا بكلمك على الابيض عشان بس الاسود ما طلعتوش. بس فعلا مريحين قوي. هما القماش اللي هما بيبقوا عاملين كده تحفه. البناطيل القماش دي جميله جمال، راحة الدنيا كلها. بتبقى باستك، وبيبقى فيه بقى اللي هي بتبقى باستك كده ومرفوعين، تقدري انك انت تلبسي عليهم حزام مثلا. لا بيبقوا بيودي الاوتفيت في حته تانية. وكمان بيخليكي انك انت بتبقي مرتاحه، تبقي قاعده في الجامعه في المحاضرات، تتمشي تروحي وتيجي، بتبقي مرتاحه جدا. فانصحك بجد انك انت تجيبي قماش، جيبي اسود، جيبي مثلا ازرق، جيبي الحاجات الغامقه، ما تجيبيش منهم الحاجات الفاتحه، لان الحاجات الفاتحه فعلا هتبقي قرفانه. لو انت مثلا قاعده في المدرج وكان في مثلا وساخه او اي حاجه بهدلت لك البنطلون، هتبقي متضايقه، هتخشي الحمام تفضلي تغسلي وهيبقى شكلك مش حلو. فابعدي لا عن الالوان الفاتحه، ابعدي عنها خالص. جيبي الحاجات الغامقه والبناطيل القماش فعلا. يعني لو انت وراكي بقى محاضرات كتير في يوم كتير، لا يفضل انك انت تلبسي قماش.
اكتر بكتير من انك انت مثلا تلبسي الجينز ده هيريحك وكل حاجه، بس مش هيبقى بنفس راحه القماش. زي كده انت لما بتيجي تلبسي ترنج وتلبسي بنطلون جينز، هي نفس الموضوع. فاللي هيريحك فعلا وهيبقى كويس معاكي هو القماش في المحاضرات الكتير، او اليوم متعب، او اليوم وراكي كذا مشوار، بيبقى حلو جدا. وبرده حاجه تانية، لو انت بتلبسي جيب، فممكن ان احنا نجيب برضو جيب الوان، مثلا اللي هو الاسود والالوان البيزك، ونجيب مثلا واحده مثلا يبقى فيها شغل زي كده. ما بتلبسيش جيب مثلا وانتي داخله على الجامعه وحابه تغيري الستايل بتاعك، برضو ممكن تجربي في محل اللبس مثلا اللي انت رايحه تشتري منه، تجربي كذا جيبه تشوفيها شكلها عليكي حلو ولا لا، والجيبه اللي تحسي ان هي شكلها عليكي حلو جيبيها، هتبقى تجديد. برضو بيتلبس على الشميز، على البيزك، على كذا حاجه، وهتعملي منها كذا اوتفيت. ممكن انك انت برضو تحط لها حزام من هنا مثلا، لا هتطلعي منها برضو حاجات كتير واشكال كتير، وهتحسي انك انت جددتي. بس في الشتاء لا لا لا، ما انصحش بجيب في الشتاء نهائي، لانك انت هتبردي جدا ومش هتبقى حلوه. فالافضل منها هيبقى البناطيل، بس هنجيب بقى بناطيل واسعه. الواسعه دايما في الجامعه بتبقى مريحه جدا، وبتبقى احسن مليون مره من بناطيل السكين الضيقه دي، ما بتبقاش حلوه. الضيقه دي ممكن تجيبيها لو انت هتجيبي شميز، او اللي هو الحاجات اللي بتبقى طويله اللي بتبقى بعد الركبه. لو انت جايبه مثلا 1 أو 2، ممكن تجيبي له مثلا بنطلون سكيني كده تلبسيه من تحت، بيدي شكل حلو قوي. لكن او على بوت مثلا في الشتاء، جايبه مثلا بوت او حاجه في الشتاء للجامعه، فانت بتجيبي مثلا ايه البنطلون السكيني ده وتلبسيه على حاجه مثلا ايه زي ما بقولك كده شميس اللي هو بيبقى طويل اللي بيبقى بعد الركبه ده، بيبقى يدي شكل شيك برده جدا مع كذا اكسسوار، بيغيروا الدنيا برضو. فبصي انا بقول لك كذا اوتفيت واحنا بنتكلم كده، كذا حاجه انك انت تقدري تنسقيها او تعمليها، وشوفي اللي يريحك واللي انت عايزاه. وبرضو زي ما بقول لكم هحاول ان انا احط لكم كذا صوره كده توريكم كذا شكل الاوتفيت. وبرضو تقدري انك انت تخشي على بنترست، فعلا هيفيدك قوي في ايام الجامعه. هتقدري انك انت تغيري كذا ستايل بكذا حاجه، تحطي مثلا انت تكتبي له مثلا شميز ابيض، هيجيب لك الستايلات بتاعه الشميز الابيض كلها، وتختاري منها مثلا الحاجات اللي عندك. وطالما انت جايبه الوان محايده وحاجات محايده، هتلاقي كتير قوي على بنترست ينفعوكي تقدري تختاري منهم. طبعا مش هننسى الست دي اللي هي بتبقى زي ما بنقول عليها، اللي هي بتبقى مثلا بنطلون ومعاه شميز، اللي هما بيبقوا مع بعض، مثلا بنطلون كده مثلا ومعاه الشميز بتاعه كده، او مثلا كارديجان زي ده كده مثلا، ومعاه البنطلون برضو بتاعه. ده مهم جدا، يعني كارديجان كده ومعاه البنطلون بتاعه، مثلا تي شيرت مثلا طويل ومعاه البنطلون بتاعه. بس الافضل يبقى كارديجان او شميز، بيبقى افضل بكتير. ليه بقى؟ الست دي مهمه لانك انت بتستخدميها. يعني انا ممكن ما اشتريش الشميز البينك ده عشان انا مثلا، او مش لازم بينك عشان البينك، يعني مثلا هقول لك الشميز الابيض، خلينا في البيزك. الشميز الابيض ده مثلا ممكن ما نشتريهوش عشان احنا جايبين مثلا بيزك لونها ابيض، فممكن احنا نستغنى عن القطعه دي عشان هي عندنا، عشان احنا اشترينا ايه ست فيها شميز ابيض. فالشميز الابيض هيفيدنا في كذا اوتفيت. تجيب الست مثلا فيها مثلا اشكال، يبقى فيها اشكال، بس بلاش الاشكال اللي هي بتبقى فظيعه، لا حاجات هاديه وحلوه وجميله، عشان اقدر ان انا مثلا في الست دي الشميز بتاعها او الكارديجان. وبالذات ان احنا لو جبنا شميزات يبقى لا، الست تبقى فيها كارديجان مش شميز، عشان مثلا الكارديجان مثلا نلبسه على بنطلون مثلا تاني، نلبسه على جينز، نلبسه مثلا ندخل جزء منه في البنطلون، نخرج الجزء مثلا من بره، تربطيه مثلا يبان شكل جديد، تحطي له مثلا حزام مثلا في النص كده فيدي شكل احسن، هلبسه على جيب تحتيها بيزك. كذا شكل هتقدري تعمليه، او كذا اوتفيت هتقدري تعمليه مثلا من كارديجان اللي انت جايباه في السوت او الست دي. السوت دي لا بجد هتنفعك. البنطلون بتاعها بقى هتلاقي نفسك بتستخدميه على شميز، هتلاقي نفسك بتستخدميه على تيشيرت، هتلاقي نفسك بتستخدميه على كذا حاجه. فبرضو هتعملي منه كذا اوتفيت وكذا حاجه تانية. فهتلاقي انك انت استخدمتي ست واحده
او حاجه واحده في كذا حاجه، اذا كانت القطعه اللي فوق او القطعه اللي تحت، هتلاقي نفسك انك انت استخدمتيهم على كذا حاجه، وفي مره مثلا تلاقي نفسك روح ايه لابساها هي. فممكن تلبسيها بقى بالشكل العادي بتاعها، بيزك من تحت والكارديجان من فوق والبنطلون بتاعها، وممكن تغيري مثلا تحطي مثلا حزام في النص وتحطي اكسسوري من هنا، برضو بيغير الست، بيخليها شكلها حلو جدا. ممكن في مرة مثلا تلبسيها بشكل مختلف تاني، هتلاقي نفسك انك انت كده قاعده قدام المرايه، هي حاجه لبستيها بسرعه ومريحه وسهله جدا، وفي نفس الوقت عملتي منها مثلا اوتفيت مختلف، عملتي منها تو اوتفيت، عملتي منها قصدي يعني طقمين يعني جداد. هتلاقي نفسك انك انت استخدمتي القطعه دي في اطقم كتير والقطعه دي في اطقم كتير، فهتبقي مبسوطه بيها، هتبقي مرتاحه، هتحسي انك انت فعلا غيرتي كذا طقم، فالموضوع هيبقى بجد حلو قوي ليكي. فدي من الحاجات برضو المهمة اللي احنا المفروض نجيبها. جيبي منها واحدة او اتنين على حسب انتي مقدرتك ايه، وعلى حسب برضو الاشكال او الالوان او كده. لا جيبي منها الوان، ما تجيبيش منها حاجات يعني طالما احنا جبنا البيزك حاجات زي مثلا اسود وابيض، لا في الست جيبي منها الوان هتنفعك جدا وهتبقى حلوه جدا، وهتقدري انك انت تغيريها، او جيبي منها اشكال، وبرده على حسب ذوقك وعلى حسب الحاجه اللي انت بتحبيها. بس حاولي وانت بتختاري تنقي حاجه تقدري انك انت تغيري فيها او تعملي فيها كذا حاجه بالظبط، ما تبقاش حاجه مكتومه او محطوطه في زاويه ان انا مش هقدر اخرج منها غير ان انا البسها على بعضها. فاهميني؟ يعني مثلا انا كنت جايبه حاجه قبل كده فيها اشكال، يعني كانت بلوزه بس فيها اشكال كتير جدا، يعني عربيه مش عارفه، انا بدي مثال ورد فين هنا وهنا 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 وهنا، كنتش بعرف البسها غير على البنطلون الفلاني، هي ما ينفعش تتلبس غير على بنطلون اسود، ما ينفعش يتلبس حاجه فوقيها، ما ينفعش اعمل فيها اي حاجه غير ان هي تتلبس لوحدها. فدي حاجه بتخنق، بتحسي انك انت لا زهقتي منها، انت مش عايزه تلبسيها اساسا. فبلاش الحاجه اللي تحجمك، جيبي الحاجه اللي تقدري انك انت تنوعي فيها وتعملي منها كذا حاجه. الفساتين بقى تجيبي فستان او اتنين على حسب اللي انت عايزاه، جيبي الاشكال اللي انت عايزاها، جيبي الالوان اللي انت عايزاها. يعني مثلا بس جيبيه، يعني انا جايباه من هنا، انا ده الصراحه مش جايباه يعني الحاجه، انا جايباه كان للهاني مون، فمن هنا ما يبقاش مثلا ضيق، لا جيبي حاجات مريحه وواسعه، تبقى ساده. عايزه تجيبي حاجات فيها اشكال جيبي، بس جيبي الاشكال الهاديه برضو الرقيقه، ما تجيبيش الحاجات اللي فيها اشكال كتير قوي. حاولي زي ما قلت لك تجيبيه ان هو واسع، تقدري بقى تلبسيه على ايه، تقدري مثلا لو هو مفتوح زي ده كده مثلا، فنقدر نلبس تحتيه شميز مثلا ابيض او ايا كان، هيدي من هنا شكله، هيبقى شكله حلو. نقدر نلبس تحتيه البيزك مثلا من البيزكات ان انا قلت لكم عليها مثلا ابيض ده كده من تحت، ونلبس اكسسوري من هنا، فهيدي شكل شيك جدا، وبالذات الساده بيدي شكل شيك قوي 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 عن اللي هو مثلا في شغل كتير قوي كده. لما تيجي تحطي اكسسوري بتحسي انك انت في حاجات كتير، فما بيبقاش لطيف قوي قد اللي هو بيبقى ساده خالص، فما بتيجي تحطي اكسسوري بتحليه. مثلا لو هو واسع تقدري انك انت مثلا تلبسي عليه حزام يعني مختلف فيديكي شكل احلى. تقدري مثلا تلبسي تحتيه شميز، لو هو قط مثلا تلبسي تحتيه الشميز مثلا، هيبقى شكله برضو حلو جدا. تلبسي فوقيه جاكيت جينز، الجاكيت الجينز عامه انا كنت لسه هكلمكم فيه، هو من الحاجات الضروريه اللي لازم تجيبيها في الخريف، لان هو بيتلبس على كذا حاجه وفي نفس الوقت ما بيحرركيش، يعني مش هتلبسي جاكيت تقيل وانتي في الخريف، هتحاولي انك انتي تلبسي كذا حاجه وتلبسي فيها الجاكيت الجينز. جيبي منه بقى ايه، ممكن تجيبي منه 2 مثلا او 1 على حسب مقدرتك. تجيبي مثلا واحد اللي هو اللون الجينز وبيبقى قصير، وجيبي منه واحد اللي هو بيبقى طويل عامل زي الشميس كده طويل، فالاتنين دول بجد قطعة اساسية. وممكن تجيبي واحد بس مش مشكلة التاني، بس تجيبيه اللي هو الواسع الطويل احسن، عشان تقدري تلبسيه على كذا حاجة، يعني تقدري تلبسيه على تيشيرت، على جيب، على كذا حاجة. ممكن تلبسيه على فكرة على الفستان عادي،
انت عارفه ان احنا ممكن نعمل في الفستان مثلا حزام صغنون قوي كده وتتني الفستان، يعني هو الفستان عشان كده بقول لك جيبيه واسع عشان تقدري تعملي بيه كذا اوتفيت. دي من الغلطات اللي انا غلطت فيها، عشان كده بقول لكم عليها. انا لما جبته مننا ضيق مش هينفع البس عليه حزام، عشان طبعا هو في الحته دي مش هينفع ان انا مثلا وجبته مزخرف كتير كتير كتير، فمش هينفع ان انا مثلا البس عليه حاجه غير هي حاجه في النص من هنا، ما ينفعش البس عليه جاكيت مثلا او ايا كان. ف هيبقى معقدك وهيبقى حاجات بسيطه اللي تقدري تتحكمي فيها. لكن لو هو ساده وواسع مثلا، او في شغل بس بسيط مثلا في الحته دي مثلا قدام، مثلا شغل بسيط مثلا من تحت كده، هتقدري انك انت تجددي وتعملي فيه كذا كذا حاجه، وتلبسي مثلا عليه جاكيت الجينز زي ما قلت لك، وتلبسي حزام صغنون كده وتطلعي الفستان شويه فيتني على الحزام، فيديكي ستايل اللي هو اكنك لابسه بلوزه وجيب وفوقيهم الجاكيت الجينز، فبيدي شكل رائع برضو من الحاجات التحفه، مع اكسسوري صغيره كده، مع برضو انك انت ممكن مره تانية بقى تعملي حاجه جديده خالص، انك انت تلبسي الدريس وتلبسي عليه طرحه مثلا فيها شغل، الطرحه هي اللي يبقى فيها شغل مع اكسسوري كده، مع اكسسوري مثلا بسيطه سوري مع اكسسوري مثلا بسيطه، لا بتدي شكل برضو، بتوديكي في حته مختلفه خالص، وبيبقى شكلك برضو حلو قوي. ممكن مثلا بقى في مره كده تلبسيه لوحده واسع، طويل كده وواسع، وتلبسي فوقيه طرحه ومثلا اكسسوري صغيره كده، او حاجه مثلا اكسسوري يبقى فيها شكل قوي مثلا يبين شكل الفستان وبس على كده، ومثلا هنا اكسسوري وكذا خاتم كده يبقى شكلهم شيك. تلاقي نفسك فعلا يعني فستان، هتلاقي نفسك طقم مثلا بالجاكيت، طقم بالشميز، طقم مثلا لوحده، طقم، هتلاقي نفسك عملتي كذا اوتفيت او كذا طقم من فستان، فهتلاقي نفسك برضو غيرتي وجددتي وهتلاقي يعني في تغيير كبير، فهتحسي انك انت كل مره بتروحي الجامعه انك انت مغيره في الاوتفيت بتاعك، هتحسي انك انت مبسوطه بده، احسن ما تجيبي حاجه مثلا زي اللي انا جايباها مثلا تبقى ضيقه من هنا ويبقى فيها شغل كتير، فهتضايقك جدا في حته انك انت تغيري فيها، تحطي كذا، تعملي كذا، اخرها اكسسوري هنا شميز يتلبس في النص، او البيزك الابيض يتلبس بس كده. لكن انت تغيريها بحزام، حتى لما بتيجي تحطي هنا اكسسوري بتحسي ان الدنيا يعني فيها دوشه، وهتقعدي بقى تختاري لون الطرحه من الالوان اللي موجوده دي بس، او تلبسي ابيض ساده عشان يديكي مثلا شكل، لا. فانا نصيحه انك انت تجيبي ساده زي ما قلت لك، او تجيبي فيه حاجات بسيطه قوي من تحت مثلا، من الحتت اللي تحت دي مثلا، لو الحتت دي بس اللي موجوده، مثلا تجيبيه مثلا هنا مثلا في ديزاين، هو الفستان ذات نفسه من هنا في ديزاين. وبرده في الشميزات حاولي ما تجيبيش شميزات يعني اللي هي بيبقى فيها شغل من هنا، اللي هي بتبقى موجود فيها شغل في الرقبه، لا انت ممكن تجيبي اللي هي مكملات، بيبقى فيه مكملات كده، يعني مثلا حاجه زي الشميز بس مكمل، احنا كبنات كلنا عارفينه يعني هو اسمه مكمل حجاب، بيبقى بقى في الشميز اللياقه بتاعته بيبقى فيه مثلا هنا ايه استرسات وحاجات كده، دي بتبقى شيك جدا جدا جدا، وبالذات في الصيف بتريحك، لانك انت ما بتبقيش لابسه شميز فوقيه حاجه تانية فبترتاحي، فانت لو لابسه حاجه مثلا بكم او كده وهي مثلا مفتوحه من هنا، فالمكمل ده بيديها شكل كده ويعني حاجات حلوه. فلو انت تقدري تجيبي المكمل اللي هو بيبقى ابيض ده، او هو ابيض هيليق على كل حاجه عندك، ويبقى فيه استرس من هنا كده عند اللياقه، لا هيبقى شكلك حلو قوي وشكلك شيك وحاجه جديده وهتعجب، يعني بصي هتعجبك، وكل اللي هيشوفك هيسالك انت جايبه الشميز ده منين، وساعتها انا كلمتكم عن كل حاجه خاصه بالاوتفيت ما عدا حاجتين، هو الشوز والشنطه اللي احنا المفروض تبقى معانا. الشوز بقى بصي، ولا تقولي لي باليرينا ولا تقولي لي شوز بكعب وان احنا كنا بنعمله ده، لان انا اول يوم في الجامعه عندي شفت ناس لابسه بكعب وشفت ناس لابسه باليرينا شفت حاجات كتير بس اريح حاجه في الجامعه فعلا فعلا، وانا ذات نفسي كنت جايبه باليرينا عادي يعني، بس ما كانتش فعلا مريحه قد الكوتشي والكونفيرس، بجد الاتنين دول بيليقوا على كل حاجه، انك انت لو جبتي الكونفيرس ابيض
وجبتي مثلا كوتشي، لا خلي الكوتشي ابيض والكونفيرس مثلا ممكن يبقى اسود، يعني جيبي حاجه منهم بيضه وحاجه منهم سودا، هما اتنين بس كفايه. انا كنت اقول لك واحد ابيض اساسا هيليق على كله، بس خليني اقول لك اتنين عشان مثلا واحد ممكن يستهلك كتير فيبوظ منك او كده، لا خليهم اتنين تبدلي فيهم، واحد اسود وواحد ابيض، الوان محايده تقدري انك انت تلبسيها على كذا حاجه، حتى ينفعوا مع جيب، ينفعوا مع فستان، ينفعوا على اي حاجه. تجيبي ابيض واسود، فكك بقى من جو البلارينا، جزمه بكعب، الكلام ده كله والله العظيم مش حلوين ومش مريحين، ومش هتقدري انك انت تتحركي، وهتبقي مخنوقه كل ما بتيجي تتحركي. وفي نفس الوقت مثلا البلارينا ممكن توسخ رجلك، من هو اساسي هتوسخ رجلك من فوق ومن جوه وهتبقي قرفانه. فلا بجد الكوتشي شيك، شكله حلو جدا، يعني بيبقى بجد على الاوتفيت بيدي شكل حلو قوي. اذا كانت بنطلون جيب فستان، لا بيدي شكل تحفه. الشنط بقى برضو نصيحه مني، هما شنطتين كفايه. جيبي اسود وما تجيبيش الوان فاتحه، اوعي تجيبي الوان فاتحه، والله نصيحه بلاش الوان فاتحه خالص، غير مثلا زي ما قلت لك في الشميز او البيزك او كده. لكن الشنط، جزم، هو عامه الكوتشي ابيض، هو بيتوسخ بس كده كده احنا لازم نغسله يعني، بس هو بيبقى شكله شيك الصراحه وحلو. ومتهيالي كلكم عندكم ما عندكمش اعتراض قصدي في اللي انا بقوله ده، ان هو الشوز الكوتشي الابيض بيدي شكل شيك جدا وبيتوسخ وبنغسلهم عادي. الشنط بقى، هاتي الشنطه اللي هي بتبقى الظهر بس بيبقى شيك، بتبقى حاجه خروج، بتبقى حاجه كبيره برضو السايز، يعني ممكن يبقى مثلا كده او اقول لك كده، يعني تبقى حاجه ولا كبيره ولا صغيره. ليه؟ عشان انت مثلا هتعملي برزنتيشن فمحتاجه اللابتوب، فتحطي اللابتوب جواها، هاتي حاجه تنفع ان هي تحط فيها لابتوب عشان برزنتيشن والحاجات اللي انت هتعمليها في الجامعه. وفي جامعات اساسا بيبقى لازم كل يوم معاكي اللابتوب او التابلت او ايا كان ايه هو الحاجه اللي المفروض ان هم طالبينها، بس بتبقى معاكي. فهاتي شنطه اللي هي الباك اللي هي بتتلبس من ورا دي، تبقى شكلها شيك، تبقى خامتها حلوه، تلبسيها دي لما بتبقي مثلا بدل ما تشيلي كشكول او الحاجه على ايدك ونبقى بقى عاملين منظر اللي هو الجامعه والحاجه، وكمان ايدك بتفضل توجعك طول اليوم وبتبقي مخنوقه ونفسك تحطي الحاجه دي في الشنطه ومش لاقيه مكان. لا انتي هاتي الشنطه دي عشان تقدري تحطي فيها الكشكول مثلا بتاعك بتاع المحاضرات، وتحطي فيها مثلا عشان برضو بتستلمي ملازم او كتب او كده، ايا كان جامعتك برضو، ايا كان القسم اللي انت فيه، فبتحطيه برضو جواها. فبتلاقي ان انتي لما كل حاجه، ده غير حاجتك انت الشخصيه اللي المفروض تبقى محطوطه في الشنطه، فبتلاقي الشنطه دي لمت كل حاجه بكل دنيتك وانتي شايلاها ورا ظهرك، فما بتبقيش حاسه انك انتي محتاجه انك انتي يعني ايه تشيلي حاجه على ايدك، فبتبقى ايدك مرتاحه افضل، بتبقي ماشيه مرتاحه افضل. فدي فعلا حاجه كويسه جدا. تاني بقى شنطه ممكن بقى دي اللي تجيبيها كروس. ليه انا ما قلتش الاولى تتجاب كروس؟ لان الاولى هتستخدميها في معظم الوقت، لكن مثلا التانية الكروس دي لا مش هتستخدميها في معظم الوقت خالص. دي مثلا لو عندك يوم مفيهوش محاضرات كتير، زي مثلا محاضرتين مثلا 3، اليوم ده فعلا انتي يعني بتبقي محتاجه حاجه، اصل انتي مش هتروحي بحاجات كتير، فممكن تاخدي نوت بوك كده بسيطه تكتبي فيها المحاضرات وتحطيها في الشنطه الكروس. وبرده ما تجيبيش الشنطه الكروس تبقى صغيره، يعني مثلا تبقى حاجه كده، يعني حاجه ولا كبيره ولا صغيره، تقدر تشيل نوت بوك وتقدر تشيل حاجاتك وتقدر تشيل مثلا الورقه وقصدي القلم وكده. فالنوت قصدي الكروس بتبقى حلوه في كده. لكن لو انا اشتريت مثلا الكروس اللي هم بيبقوا كبار قوي دول، اللي بيتحط فيهم اللابتوب وبيتحط فيهم كل حاجه وكده، هيتحمل كلها على ايدك، وايدك هتوجعك برده، وهتبقي قرفانه وزهقانه وحاسه انك انت مخنوقه. لان انا بشوف ان البنات بيجيبوا الكروس دي وفي الاخر بيرجعوا يشتروا اللي هي الباك اللي بتتلبس من ورا عشان بتبقى مريحه، عشان هي متشاله على الدراعين. فدي نصيحتي ليكي، هاتي الاتنين، ما قلتش هاتي الاتنين يبقوا باك، بس هاتي واحده كروس وواحده باك، هاتي واحده متوسطه وواحده كبيره شويه عشان تقدر تاخد منك كل حاجه. ومفيش جامعه ما فيهاش برزنتيشن عامه،
انك انت تعملي برزنتيشن او كده او تقدمي حاجه، فاساسي لازم يبقى معاكي الباك عشان تحطي فيها اللابتوب، الا لو انت مثلا ما عندكيش لابتوب برضو. بس ان شاء الله ربنا يكرمك وتجيبي لابتوب بعد كده عشان هتحتاجيه كتير قوي في الجامعه. بس كده نكون خلصنا الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واكتبوا لي في الكومنتات تحت استفدتم من الفيديو ولا لا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتبعتوا الفيديو ده لاصحابكم. بحبكم قوي، باي باي.